يحسب فيها كم تظل الكرة في حوزة لاعب البارسا الذي لا يحتفظ بالكرة أكثر من 3 أو 4 ثواني، ولكن كما قلت برشلونة ليس كاملا، وبالتالي هذا الحساب يكون أجمل لو كان هناك إنيستا وكان هناك ميسي. ولكن هذا تشافي وهذا الهدف الأول، وهذا فابريغاس الهداف الثاني في البارسا يفتح باب التسجيل في الدقيقة 14. كرة جميلة، كرة كتالونية، كرة برشلونية تقليدية اعتيادية، والبصمة موجودة لأن الكبير تشافي حاضر والصغير الكبير فابريغاس حاضر، وليس للاعبي أوساسونا إلا الفرجة والذهول. هذا هو سيسك فابريغاس يحرز الهدف الأول لمصلحة برشلونة في الدقيقة 14. لاحظوا داني ألفيش بدأ الهجمة، أعطاها لتشافي، تشافي تمهل، انتظر وقدم الكرة مضمونة. يمر، لاحظوا هنا بدأت الهجمة من الجناح الأيمن بين قوسين داني ألفيش، ولاعب الوسط المعلم تشافي هرنانديز يعطي الكرة لفابريغاس، يعطيه هدفا، يعطيه هدية لا ترد، وبالتالي فابريغاس يصوب الكرة الأرضية لا ترد.